زكريا عزمي كان حاطط الفنان محمد سعد الليمبي في دماغه، وطلب من مبارك وقف عرض فيلم الليمبي. تبدأ الحكاية لما كان زكريا عزمي في المجلس باعتباره نائب عن الزيتون، وكان معاه ورق كتير جدا وبيجهز استجواب، وفجأة طلب الكلمة من فتحي سرور اللي وافق إن هو يتكلم. وبدأ زكريا عزمي في استجوابه وقال: أنا بقدم استجواب ضد فاروق حسني باعتباره مسؤول الثقافة. بقى كل الحضور في المجلس مستغربين ليه زكريا عزمي يقلب كده على فاروق حسني، معقولة يقدم فيه استجواب؟ راح زكريا عزمي كمل كلامه وقال: أنا بطالب بالاستجواب ده هو وكمان المصنفات الفنية بسبب فيلم الليمبي والممثل اللي اسمه محمد سعد، لازم الفيلم ده يتوقف عرض. وكمل زكريا كلامه وقال: والممثل اللي اسمه محمد سعد شوه أغنية تراث، أغنية لأم كلثوم حب إيه، وده مسخ الأغنية بتعد من روائع التراث المصري. وقتها الدنيا اتقلبت وبقى في كلام ان يتمنع عرض الفيلم، لكن المفاجأة ان بدل ما يتقدم محمد سعد اتعاقب مكانه احمد حلمي، والتفاصيل محدش كان يتوقع. لو وصلك الفيديو اعمل لايك وشير وتفتح توصلك وساعد الفيديو في الانتشار. بقية الحكاية ان زكريا عزمي لما اتقدم بالاستجواب ده ضد فيلم الليمبي اللي كان وقتها مكسر الدنيا، لان كان معروف ان زكريا منه لمبارك على طول، يعني كأن مبارك هو اللي عايز كده. لكن فاروق حسني كان فاهم ان الموضوع مش كده، كان فاهم ان زكريا بيديله كتف لان العلاقات بينهم ما كانش ولا بد، وراح رد عليه في تصريحات وقال له: انا موافقك ان فعلا فيلم الليمبي واجه انتقادات فنيه باعتباره فيلم مش جيد، لكن طلب ان انا امنع فيلم الليمبي وعرضه. طب ليه؟ في حالات معينه لمنع الفيلم، ان هو يتجاوز ذهنيا او يخرج بره حياء المجتمع، وده مش من اختصاصي انا، ده من اختصاص الرقابه على المصنفات الفنيه. غير كده ان الفيلم لو مش عجب حد يرفع قضيه. طبعا المصنفات الفنيه وقتها فهمت ان فاروق حسني بيحطهم في وش زكريا عزمي، فراح وقتها رئيس الرقابه على المصنفات الفنيه وقتها مذكور ثابت رد وقال: اولا الرقابه مش هتحذف اغنيه حب ايه ولا هتمنع الفيلم، لان ببساطه منتج الفيلم محمد صبحي أخذ تنازل موثق من ورثة مؤلف الأغنية وهو الشاعر عبد الوهاب محمد، ومش بس كده، ده خدوا كمان تنازل من ورثة بليغ حمدي اللي لحن الأغنية، ووفقا للقانون مؤلف الأغنية هو اللي له حق الاعتراض، رغم إن الرقابة وقتها رفضت إن الأغنية ما تتمنعش، إلا إنها لما أحمد حلمي كان عامل فيلم في نفس السنة رفضت إن هو يعمل أغنية تريقة على لحن أغاني أم كلثوم، رغم ان هو كان واخد التنازل من المؤلف والملحن. فتعاقب احمد حلمي وما تعاقبش محمد سعد. في نهايه الفيديو، هل انت شايف ان زكريا عزمي كان صح لما طلب منع فيلم الليمبي واغنيه حب ايه، ولا كان طلبه مبالغ فيه؟ شاركونا برايكم في التعليقات على الفيديو، اعمل لايك وشير، وتابعونا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا